السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست العريفة، وحلقتنا لليوم تتكلم على خدع الزواج التقليدي. في البداية نبو نعرفوا شنو هو الزواج التقليدي. هو إن الزوج والزوجة ما يعرفوش بعضهم، وهو بمعناه الصحيح زواج العائلات. عائلة فلان تعرف عائلة فلان، جوهم للحوش، طلبوا يد بنيتهم، الأم والأب وافقوا، والبنية ما تعرفش الراجل ولا عمرها شافاته، ولا هو يعرفها ولا عمرها شافها. وبعدين يا حنا يديروا مقابلة شرعية باش تشوفها ويشوفها، وما يكونش في أي تواصل فيما بينهم لعند ما يجي العرس، وفي حويشها تتعرف عليه ويتعرف عليها بعد ما ربك يكتب النصيب. طبعا الزواج التقليدي هو هذا مفهومه، وفي كل الأحوال كانت الناس لولا هيك تدير، يعني أمهاتنا وأبهاتنا تزوجوا على الطريقة التقليدية، لأن زمان ما كانش فيه الانفتاح اللي زي توا، والدنيا كانت بالبركة، وأصلا حتى الناس تعرف بعضها، وكل العائلات يبدو عارفين بعضهم كويس، وكانوا يتحشموا من الكبير، وكانت الدنيا ماشية ببساطة. أما توا مع الانفتاح والإنترنت الدنيا تغيرت، ما عادش زي قبل. يعني فكرة الزواج التقليدي فيما فات مش زي توا. الزواج التقليدي الآن، أو فكرة الزواج التقليدي في الآونة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة توا بدت تندثر. حتى الولد لما يقول لي أمه دوري لي، تقول له ما دخليش بيك برا، شوف بروحك، تخدم وتطلع وتدور ومخاصاتك خاصة. شوف واحدة من البنيات اللي يخدموا معاك وقول لنا على حوايشها ونمشوا نخطبوها لك، لكن أنا اللي مخشش هادي ما خشش فيها يا ولادي. وفي طبعا اللي قاعدين بالأسبار الأولى، واللي هي الزواج التقليدي، تلقى أمه وأخواته يدوروا له في عريسة بنية أحلام. توا الزواج التقليدي ليه مميزاته وليه عيوبه. مميزات الزواج التقليدي إنه يبدو العائلات يعرفوا بعضهم، ويجي طول من الباب، ولا يشحط بنية الناس ولا يضحك عليها، وتكون بنية الناس معززة مكرمة في حويش وبيها لين يجيها النصيب وتمشي لحويشها وتدير مملكتها بروحها. لكن عيوب الزواج التقليدي على المرأة بالذات أكثر من الراجل. طبعا قالت الناس لولا تيس في شكارة، يعني هي تبدأ مش عارفاته الراجل، ولا تعرف طبعه، ولا عمرها شافاته، يبدأ صعب عليها التأقلم والتكيف، وتبي وقت طويل باش تفهم شخصيته وشن يحب وشن يكره، وكل مرة تدير حواجة تلقاها جاية على راسها لين تفهم طبعه ويفهموا بعضهم وتمشي الأمور وتركب السكة. طبعا في فئة ثانية واللي هي ما تتأقلمش، تبدأ هي متعودة في حوش بوها على نمط معين، حتى في الماكلة راه وفي كل شيء. تبدأ هي متعودة على نظام معين، تطلع منه هذا النظام، تبي تمشي للمكان التاني طبعا بنفس النظام اللي هي تربت عليه وتعودت عليه في حوش بوها. طبعا الراجل هو أيضا عنده نظامه وعنده سيستم معين جايها بيه، فتلقى الطباع مختلفة بين الزوجين، وفي نوعية من الرجال ما يعجبهم شيء، وعلى أبسط الأشياء يعلقوا ويعذروا، وهي تبدأ مش فاهمة الوضع وتخش في حالة حرب مع نفسها. بهيني زعما نصلح ولا ما نصلحش، أنا علاش تزوجت، مش لي الزواج، وتبدأ حاملة ذنب على نفسها، وتشوف في نفسها أجرمت في حق نفسها وفي حق عائلتها وفي حق الراجل اللي معاها بسبب هذه الزيجة. ومرات ياخذ الموضوع فترة زمنية معينة، وبعدين خلاص تركب السكة وهي تتعود وهو يتعود عليها، وخلاص يبدوا متعودين على بعضهم وفهموا طباع بعضهم، وهي تتنازل شوية وهو يتنازل شوية وتمشي الأمور. ومرات لا، بعد فترة يصير الفراق. علاش؟ لأن لا يبدأ هو قادر ينسجم معها بنت الناس، لا مشاعريا ولا فكريا ولا سلوكيا، وهي كذلك نفس الشيء، تبدأ مش قادرة تنسجم معاه
ولد الناس وما ركبتش الكيميا ما بيناتهم، لا مشاعر ولا من حيث السلوك ولا من حيث الأفكار. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فيصير هنايا الطلاق أو الفراق ما بينات بعضهم. طبعا هو الجيل توا مش زي جيل قبل، أو مش زي معناه جيل زمان. كانت المرأة زمان ما عندهاش أي شيء تديره في الحياة إلا حوشها فقط، لا تخدم ولا تقرأ ولا تدير في شيء. توا طبعا الحياة تغيرت والدنيا تطورت، والبنت لازم تقرأ قرايتها ولازم تخدم خدمتها ولازم تتعلم باش تقدر تفتح حوش مبني على أساس صح. لأن زمان الدنيا كانت بالبركة مش زي توا، راهو اختلفت الحياة معناها على قبل. عمل المرأة داخل وخارج المنزل يخليها تكسب مهارات تساعدها في بناء أساس متين وصحيح لحويشها، وتبدأ فاهمة الدنيا وعارفتها وقادرة على إنها تنجب طفل وتربيه تربية صحيحة وسليمة. والعيب الثاني في الزواج التقليدي، تبدأ الأم تدور لولادها من حوش لحوش، ما عجبها حد تسمع بفلانة بنت فلان ما شاء الله دكتورة ومتعلمة وبوها راجل متعلم وأمها مرأة مقومة، تقول لك هيا خليني نمشي لهم. تمشي لهم وهي حازمة الأمتعة ومعبية شنيطتها بالدوة، وتقول لهم نبي بنيتكم لولادي، وتبدأ عاد تشكر وتشكر في ولادها. صلاي الجامع 5 أوقات وخدام على راسه ومهندس وكان يقرأ برا وعنده الشهادات العليا، وراهو الشارع كله يغار منا حازينا، وتقول لك دخان مستحيل يحطها في فمه ولادي، مصلي على النبي عليه لو راه لا دونه. وتضل الأم هذيك تسمع في الكلام والبنت تسمع، ويعيشوا عاد الأم وبنتها في الأحلام الوردية. تجي أم العروسة تقول لي أم العريس خلي ولادك يكلم بنيتنا مكالمة على الأقل تتعرف عليه ويتعرف عليها وهم مخطوبين، ما فيها شيء وما فيها بس. كان كلمها كلمتين على الأقل تاخد عليه فكرة. ترد عليها أم العريس قولها لا والله ما يبي ولادي، قال لحرام ما نديراش. هي شن تبي تعرف وشن تبي تسأل، تقول لي أنا وأنا نجاوبها. الأم والبنت يقولوا ما شاء الله على تربيته وأخلاقه، زين شكل وفعل أصلات عمبي. ويمشي يسألوا عليه الجيران، في قلت والله ما نشوفوه فيه ما نعرفوش، خير خير من بعيد وخلاص، لكن ما عرفه الولاد والله ما نعرفوه. أي حد طبعا بيسمع الكلام هذا بيجي في باله إنه فعلا الولاد من الصبح لليل وهو خدام على راسه، مش فاضي للتدريس ولا المجاملات الاجتماعية. تزيد تتأكد البنت إن الاختيار كان صحيح وموفق. يجي موعد العرس وتمشي لحويشها البنية، يفوت الأسبوع، خش الشهر، الراجل بدا في العالم الموازي مش نفس الإنسان، هذا خيره تغير. يفوت لها الفترة الأولى وبعدين يبدأ يطلع في وجهها الحقيقي، وتبدأ المشاكل فيما بينهم. وتشوف الراجل اللي كان متزين في عينها ومهندس وخلوق وصلى 5 أوقات، تكتشف إنه كله كان كذب، والقبلة ما يعرفش من وين تقبل. والصلاة كان ربي حطه في غصرة ولا ضائقة يشد الصلاية ويبدأ يصلي، وكان وضعه كويس ومستريح، تلقاه طالق شره. حوشة ما يقعدش فيه، يغيب عليها بنية الناس باليوم الكامل. باهي وين تمشي يا راجل؟ شم فيك؟ خيرك؟ لا والله في قلت مع أصحابي 24 ساعة وهو شاد المرابيع، كارطة مع الأولاد وعايش على مرتب الدولة يصرف منه، وبنت الناس تلاجتها فاضية بعد ما أمه دارت لهم العسل الفرواني، دارتها لو راه ولادونه بالعاني باش تفتك هي من شره أو تفتك من شر ولدها.
اللي مداير لها المشاكل في الحوش وما عادش قادرة عليه، تقول لك خلينا نشوف لبنت الناس تتحمله وتتحمل طبعه ونكدب عليها، نطمعها ونجيب رجالاتها يا حنا للحوش، وبعدين يطيح الفاس في الراس. وبعد ما يطيح الفاس في الراس هي خلاص ما عادش تقدر تطلب الطلاق، لأن هي تعرف نقطة ضعف المرأة في مجتمعاتنا، لأن فكرة المطلقة دائما هي هاجس وبمثابة انتهاء حياتها. فيعني الأم تعرف مسبقا إن بنت العيلة وبنت الأصول حتضطر إنها تتحمل حتى لو مش عارف شو يدير لها، والمجتمع ما يقولش عليها إنها مطلقة، ويتم نعتها طبعًا المطلقة في مجتمعنا للأسف، ونقول الكلام هذا بحرقة إن المطلقة يتم نعتها بأبشع الصفات. ودائمًا عائلاتنا الليبية تحث على عدم الطلاق، حتى لو كان في صايرة مشاكل كبيرة بين الزوجين، تحث العائلات الليبية دايمًا الأم والبو يحاولوا إن هم يصبّروا بنتهم باش ما تطلّقش، حتى لو كان راهو الزيجة هدية مش في مصلحة الزوجين، لكن إنهم يقعدوا مع بعضهم ويحثوهم على عدم الطلاق اعتقادًا إنه هو هذا الخيار الصحيح. بعد ما تخش المرأة مسكينة في حالة الصدمة من اللي كان قبل الزواج، وبعده يبدأ فيه سيناريوهين. السيناريو الأول إنها تنفذ بجلدها وترفض البقاء وتطلع من هذه المتاهة بأسرع وقت ممكن وتتخذ القرار بكل شجاعة. وفي امرأة ما يكونش عندها القدر الكافي من شجاعة المرأة الأولى، فتضطر إنها تتحمل وتصبر وتقعد وتقول تو صغار يغيروه ويجي العيل الثاني والثالث والرابع وما فيش حاجة تتغير. مرات يوصل بها الفيض إنها تطلب الطلاق حتى مع الصغار، وفي غالب الأوقات يكون الطلاق صعب مع أكثر من عيل، ويجي الكيد والحمل عليها وتتحمل وتصبر لين يركبها المرض وتقول يا دايمي وبعدين يعني تو تقول ربي تو يعوضني في الصغيرة. طبعًا أكبر خطأ ممكن يصير إن الأم تكذب على بنت الناس، وتقول ما ليس موجود في ابنها، قالت الناس لولا إلها مدكوها على جارتي أقوى مني عليه، تخلّي في بنت الناس هي اللي تقعد تتحمّل مسؤولية ولدِك، وهي مش مُجبرة إنها تتحمّل قلة احترامه وعدم مسؤوليته. وكان يجب من البداية إن الأم تحُط بنت الناس في الصورة وتقول اللي ليها واللي عليها، ولو البنت وافقت تكوني انت بريتي ذمتك معاها وامام الله ما غشيتيهاش. لكن لما تكذبي على بنت الناس وتحطي لها عسل الفرواني باش توافق على ولدك، هذا اسمه غش وخداع ومش اسلوب ام تبي مصلحة ابنها. لان لو تبي مصلحة ولدك ما تبني لاش حياتها على الغش والخداع من البداية. فتخيلوا معاي انتم نهاية هذه الزيجة كيف بتكون. ما بني على باطل فهو باطل. هي هذه الكلمة اللي نبي نختتم بيها حلقتنا لليوم. إن شاء الله إني ما أكونش طولت عليكم، لكن بصراحة الحديث فيه هلبة أو الموضوع فيه هلبة ما نقوله. وصلت معاكم لنهاية الحلقة، نتلاقوا في حلقة جديدة وموضوع جديد من بودكاست العريفة، ومشيت عليكم وخليتكم وبعيني مريتكم.